السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل صينية السمك بالبطاطس بطريقة سهلة جدا. طبعا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله يعجبكم. في ناس بتسميها صيادية، زي ما مسمياتكم براحتكم خالص. النهاردة ان شاء الله نعملها مع بعض. متنسوش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في القناة، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. معايا سمك بياض جبته من السوق بالشكل دوت، وخليت بتاع السمك ينضفه ويقطعه عشان بتبقى راسه جامدة، ومبعرفش اقطعها عشان الراس يعني السكاكين اللي عندي بتبقى حامية وكده. فالمهم قطعته كويس جدا وغسلته وحطيت عليه ملح وليمون، وحطيت التتبيله بتاعته عباره عن توم وفلفل اخضر. ممكن تحطي شطه، وحطيت عليها كمون اللهم صل على النبي وملح. وممكن برضك كمان تحطي شطه عادي اختيارك، ممكن تحطي قرون شطه تقطعيها، ممكن تحطي مثلا طماطميه مبشوره جزرايه مبشوره براحتك. تبلت السمك كله زي ما حضرتك شايفه كده، وحطيت على وشه كده ومن ظهره كده رشه من الملح، واسيبه يتبل شويه ياخد من التتبيله كده بتاعته. قطعت بطاطس مكعبات بالشكل ده، ومعايا هنا كده حله طاسه كده على النار، حطيت معلقتين من السمنه. وحط طبعا الماده الدهنيه براحتك، ممكن تستخدمي زيت، بس في ناس بتحب السمك بالزيت كل حاجه يعني. المهم حطيت عليه، نزلت بقى بصلتين كده كبار مبشورين، ونزلت بدات ان انا لحد ما يتشوحوا كده. نزلت بكيس من الطماطم اللي احنا مخزنينها سوا مع بعض. ما تخافيش ما تقلقيش، هي مطلعاها مجمده من درجه اللي تشم النار على طول هتفك. ونزلت بقى بالتوابل اللي هي ملح شطه فلفل اسمر. بصي التوابل بقى بتاعتك، كمون كزبره، شطه حاجه بسيطه، بابريكا عشان تدي اللون الجميل بتاع الصلصه تكمله. ممكن تستغني عن حاجات، ممكن تزودي التوابل دي براحتك. المهم تنسيش باللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في قناه اكل زمان في مطبخ ايمان. وفي الطاسه التانية بدات اللي انا اللهم صل على النبي، اللي انا اقلي البطاطس. حتى وريتكم البطاطس اللي انا قليتها، ونزلت كمان بشويه من الخضره. وهنا بقى بدات اللي انا السمك اعمله بالدقيق، عشان بنزله الاول ياخد كده اقليه نص قليه كده في الزيت، وبعدين احطه في التسبيكه الجميله بتاعتنا دي. التسبيكه خلاص اتسبكت، لقيتها محتاجه شويه من الميه. طبعا بتزودي شويه ميه حلوين كده عشان تبقى جوسي كده وصلصتها زياده. تمام. وتنزلي بقى بالبطاطس، تاخد غلوتين 3 كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه. وطبعا في الوقت ده انت بتقلي اللهم صل على النبي السمك. تمام. انا قليت السمك وكنت بنزله في الصينيه. بعدين رحت انا قلت لا، هحط الاول البطاطس بعدين انزل بالسمك بتاعنا البياض الجميل بتاعنا ده راس السمك. بتنزلي طبعا براسها، ما ترميهاش، راسها بتبقى فيها لحم وحاجات حلوه. تمام. خلاص كده ان شاء الله نزلت بالسمك كله، ونزلت وبشويه اللي هي الصلصه بالبطاطس، نزلت كده عليها على الوش. طبعا تاخد غلوتين كده على البوتاجاز، وبعدين اكمل سواها في الفرن. مش تاخد معاكي وقت نهائي. دخلها بقى الفرن، تاخد وش من فوق ومن تحت كده، تاخد حاجه جميله كده. وخلاص خدتش وقت. خلاص كده الغدا بتاعنا سهل وسريع. ممكن تاكليه بالعيش، ممكن شويه رز سمك جميل بتاعنا، رز ابيض براحتك خالص. وخلاص استوت خلاص كده بألف هنا وشفا. كده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، مطبخي وقناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. متنسيش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.